في حلبة واحدة بدأت أساطير المصارعة تتشكل. أبطال ظهروا، شخصيات كسبوا حب أو كراهية الجماهير، تحالفات غيرت كل قواعد اللعبة، وتأسس أول اتحاد مصارعة في التاريخ NWA. معانا كل لحظة جاية هتكشف لك عالم ما شفتوش قبل كده. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Woo! The best there is, the best there was. Just a sexy boy. It's a man! حكاوي المصارعة. أواخر الأربعينات بعد الحرب العالمية التانية، العالم كله كان في حالة إعادة بناء. مدن مهدمة، جنود راجعين، اقتصاد بيحاول يقف على رجله من تاني. المصارعة الحرة كانت انعكاس طبيعي للوضع ده. أكتر من حزام بطولة عالم، كل بوكر بيحاول يخلي بطله هو الأشهر. الجمهور بدأ يزهق ويتلخبط. حتى الإعلام اللي كان في البداية وسيلة دعاية دلوقتي بدأ يهاجم المصارعة ويقول دي كلها تمثيل. الاكتشاف اللي صاحبك إياه لسه عارفه دلوقتي وفاكر نفسه كونان. وسط الأزمة دي ظهر النور اللي بيكون في آخر النفق. تحالف جديد بس على كبير شوية، يعني بوكرز كتير تتفق تعمل اتحاد يلم كل المناطق، ويكون عندنا بطل عالم واحد فعلا يمثل الكل. من هنا اتولدت فكرة National Wrestling Alliance أو اختصارها NWA. يوليو 48 فندق بريزيدنت مدينة ووترلو أيوا اتجمعت مجموعة من أقوى البوكرز. أبرزهم كان بول بوينكي جورج من أيوا، الراجل اللي دايما ينسب له شرف تأسيس الاتحاد. آل هافت من أوهايو. توني ستيتشر من مينيسوتا وده أخو الأسطورة جو ستيتشر. أورفيه براون من كانساس. سام موشنيك واحد من أهم الأسماء في عالم المصارعة، وغيرهم كتير. الاتحاد كان قايم على أفكار بسيطة، يبقى في بطل واحد معترف بيه من الكل، وكل منطقة تفضل محتفظة باستقلالها وتنظيم عروضها، وعندها نكهة خاصة بيها مناسبة لذوق الجماهير وتوجه البوكر اللي ماسكها. ده خلق شبكة كبيرة مترابطة أشبه بالنظام الفيدرالي، وأحيانا بيبقى شبه عائلة المافيا. أبرز المناطق كانت سانت لويس ميزوري بقيادة سام موشنيك، راجل هادي سياسي بيعتمد على الاحترام والتنظيم أكتر من الحروب. كانت هناك المصارعة شبه الرياضة الأولمبية، الجمهور كان بيحب يشوف المصارعة التقنية والنظيفة والجدية. شيكاغو إلينوي البوكر فريد كويلي، ده كان شاطر في الإعلام، عرف يدخل المصارعة للتلفزيون وينقلها للبيوت كلها. بقت مركز الدراما الكبيرة، وهنا تقدم أول نماذج لنجوم الكاريزما. المصارعين مبقوش مجرد رجال قوة فقط، ولكن بقوا بيقدموا شكل وهيبة. اتقدم كمان أول ماتش بقانون خاص في التاريخ. ده يوصلنا لسؤال الحلقة النهاردة، تفتكر ايه كان نوع الماتش ده واتعمل ليه؟ تكساس، مكان ولادة عائلات أسطورية في المصارعة زي فون أريكس وفانك. الجمهور التكساني بيعشق العنف والمصارعة الدموية. بعض العداوات كانت بتوصل لدرجة إن الجمهور بنفسه ممكن يتدخل فيها. مينيابلس مينيسوتا، ظهر هناك فيرن جانج، كان مصارع أولمبي سابق بيحب المصارعة التقليدية ويكره الجيميكات السخيفة. العروض هناك كانت شبه مدرسة المصارعة، بيركزوا على المصارعين الشباب والجانب الرياضي البحت، وعرفوا باسم اتحاد AWA. كندا، متمثلة في تورونتو مونتريال، كان في فرانك توني، ده رجل أعمال محنك بيعرف يوازن ما بين القصص والرياضة. الجماهير الكندية كان عندها ولاء رهيب للمصارعين المحليين، بيحبوا يشوفوا أبطالهم يكسبوا ضد النجوم الأمريكان. لوس أنجلوس كاليفورنيا، جول سترونج بو، مش مصارع WWF في السبعينات والثمانينات، لا ده شخصية قديمة كان اسمه بيبي، ولكن كان اسم المصارع بتاعه هو جول سترونج بو. ومسك بعديه مايك ليبل. دول ناس كان ليهم صلة بالوسط الفني في أمريكا، بيحبوا يخلطوا المصارعة بالسينما. العروض هناك كان فيها شو وبهجة، ودايما الجمهور متأثر بجو هوليود، والمصارعين بيظهروا كمان ساعات في الأفلام. الجنوب، كارولايناز، جورجيا، فلوريدا، كانت متقسمة إن إيدي جراهام مع فلوريدا، جون كريكت الأب مع كارولاينا وجورجيا. الجمهور الجنوبي عموما عاطفي قوي، بيحب القصص الطويلة ما بين الطيب والشرير، وممكن العداوة تقعد سنين ما بينهم. مع الوقت وصل NWA إلى العالمية عن طريق بوكرز كانت معاهم، وسافروا دول تانية
او ناس من دول تانية انضمت لهم. اللي سافروا كان زي جيم بارنيت اللي سافر استراليا وجرب يأسس اتحاد هناك ويقدم عروض مصارعة ونجحت معاه. اما ابرز الاجانب اللي تعاونوا مع NWA فكانوا ريكيدو زان ابو المصارعة باليابان، ده اسس في اليابان اتحاد JWA. في سيلفاتور ليترو فازر اوف لوتشا ليبري، ده اسس اتحاد EMLL اللي اصبح بعد كده CMLL في المكسيك. وفي كيم إل من كوريا. ما قلتلناش بقى مين بقى البطل الرسمي لاتحاد NWA. هقول لكم سنة 48 تم تتويج أول بطل لاتحاد NWA بدون لعب مباراة أو حاجة، كان أورفيه براون وهو واحد من المؤسسين للاتحاد، ولكن بسبب حادثة عربية كبيرة سنة 49 اضطر لاعتزال المصارعة، وتم تسليم اللقب للمرشح الأول للقب ساعتها وهو البطل الأسطوري لوساز، ذا ليفينج ليجند لوساز. يتميز بالمصارعة الكلاسيكية، تقنية بحتة، مزيج من الجدية والصلابة. بدأ حياته في سانت لويس اللي احنا قلنا ان هي بتتميز بالحاجات دي برضو قبل كده. ابتكر حركات شهيرة زي الباور بومب بس بشكل قديم بتاعها. كسب NWA World Heavyweight Championship 6 مرات، في رقم قياسي في هذا الوقت. أصبح واجهة للاتحاد من أواخر الأربعينات حتى الستينات، وأصبح واجهة للمصارعة كلها كمان. سيس كان بطل مثالي، محبوب، شكله رياضي، جدي على الحلبة، الجمهور بيحبه، بيقدر يقدم مباريات مميزة ضد أي حد من أي ولاية، وكمان بيرفع من شأن البطل ده عشان الجمهور المحلي ما يفقدش فيه الثقة. فكان هو البطل المثالي اللي يقدر يقود NWA بالنظام الجديد بتاعهم، إن هم يبدأوا يسيطروا على عالم المصارعة بالكامل. طب هل لوسيز هو المصارع المميز الوحيد في الفترة دي؟ لا خالص، ده في مصارعين تانيين عندهم تأثير في تاريخ المصارعة أكبر من لوسيز. بس انت قلت ان لوسيز كان هو البطل الاكبر، فعلا في الفتره دي كان لوسيز هو البطل الاكبر والمحبوب الاول عند الجماهير. بس في مصارعين بدات تدخل اشياء جديده في المصارعه تاثيرها استمر لسنين بعد كده. هنتكلم على كذا واحد منهم، واول واحد معانا فيهم هو بادي روجرز. بدا في منطقه الشمال الشرقي في نيويورك. ستايله كان مختلف جدا عن المصارعين التقليديين، بيعتمد على السرعه والحركه والشو اوف والاستعراض. اشتهر بلقب نيتشر بوي بسبب شخصيته المتعالية، شعره الأشقر المصقول، رداءه المبهر المليان ريش ولمعان. وأيوه هو الأصلي، وريك فلير نسخ منه الشخصية دي بالظبط. حتى حركة الفيجر فور كان بادي روجرز هو اللي مخترعها. روجرز كان أول واحد يجسد فكرة المصارع المغرور المكروه من الجماهير، بيستفز الجمهور بحركاته، يمشي في الحلبة بغرور، يرفض يلمس خصومه في الأول، ويقعد يستعرض عضلاته. ميزته الكبيرة إنه عرف الناس على نوع جديد من المصارعة، خلط الأداء بالإنترتينمنت. ده خلاه واحد من أكتر الناس اللي باعوا تذاكر في المصارعة في خلال فترة الخمسينات والستينات. وده يوصلنا جورجيس جورج. ولد ظهر في ولاية تكساس الأول، بعد كده اتنقل لشيكاغو وخد شهرة في شيكاغو، واشتهر أكتر كمان في الساحل الغربي في كاليفورنيا. طب إيه اللي عمله جورجيس جورج عشان نقول إن هو له تأثير على مدى التاريخ ممكن يكون أكبر من لوسيز نفسه؟ ده أول مصارع في التاريخ يعمل شخصية كاملة متكاملة للعرض، أو كما يطلق عليها حاليا جيميك، لدرجة إن هو بيتسمى أبو الجيميكات. ولدرجة إن محمد علي كلاي المصارع الأشهر في التاريخ استلهم منه شخصية ذا جريتست. كان بيظهر بشعره الملفوف بالكيرلز، لبسه فخم جدا عبارة عن رداء مرصع بالجواهر والريش. كان اسم الشخصية أو الجيميك بتاعته ألمس الأرضية. كان الجمهور بيولع ومن الحركات دي. الإعلام حبه جدا، ده خلاه يظهر في التلفزيون بشكل متكرر. يقال إنه سبب رئيسي في انتشار التلفزيون نفسه في بيوت الأمريكان في الخمسينات. متخيل التأثير؟ مش مجرد انتشار المصارعة، لأ، ده انتشار التلفزيون ودخوله البيوت. لو كان بادي روجرز مجرد مغرور، فجورجيس جورج كان ظاهرة بكل المقاييس. فيرن جاجني زي ما قلنا قبل كده هو كان من منطقة الوسط الغربي متمثلة في مينيسوتا. خلفيته كانت مصارعة حرة أماتير ريسلينج. هو شارك كمان في أولمبياد سنة 48. أسلوبه كان بيعتمد على التكنيكال ريسلينج، مسكات، تحولات، سيطرة على الأرض. ولكن اللي مميزه جدا في الفترة دي إن هو كان محبوب جدا من الجمهور، لأنه راجل نضيف، مصارع بيبي فيس، بيمثل صورة البطل المثالي، رياضي حقيقي وملتزم، بيكسب بالمهارة مش بالخداع. ويعتبر هو مؤسس اتحاد AWA. وفي كمان أنطونيو روكا، ده كان من الأرجنتين واتنقل إلى نيويورك واشتهر جدا هناك. ستايله كان مذهل،
اعتمد على القفزات والاريال موفز زي الفلاينج دروب كيكس. كان اول واحد يعرف الجماهير الامريكيه على فكره المصارع الطائر اللي دايما بينط من على الحبال وبيعمل حركات اكروباتيه مذهله، وكان حركاته اشبه كمان بالبهلوانيه. ده خلاه محبوب جدا خصوصا مع المهاجرين اللاتينيين في نيويورك، وعرف امريكا بستايل المصارعه الطائره. ويبر بيلي واتسون، نجم كندا الاول، كان من تورونتو. اسلوبه كان خليط ما بين القوه التقليديه والكاريزما، معروف بانه كان فيس محبوب جدا بيجذب الجماهير العائليه، بيحافظ على صوره المصارعه كرياضه شريفه. اشتهر بقدرته على عمل الاتحاد في كندا على كتفه لفترات طويله. بعد كده الناس بدأت تدور مش بس على بطل قوي، لكن كمان على مصارع يبيع تذاكر، مصارع شكله ملفت، طريقة مختلفة، يخلي الجمهور يتفاعل معاه في المدرجات بسبب حبه أو حتى عن طريق كرهه. دي اللحظة اللي بقى فيها دور البوكرز مش بس يحموا البطل، ولكن كمان يخلقوا شخصيات تشد الناس. وهنا بدأت المصارعة تتحول من مجرد رياضة لرياضة زائد عرض زائد دراما يساوي مصارعة حرة زي اللي بنعرفها دلوقتي. قبل ما ننهي حلقتنا، ما تنسوش سؤال الحلقة بتاعنا كان: تفتكر ايه كان نوع اول ماتش بقوانين خاصة في التاريخ واتعمل ليه؟ مستني اجاباتكم في الكومنتات. سلام.